يا عمر، الواحد مش قادر ينسى الأسبوعين بتوع ألمانيا دول. نظام ومواعيد ونظافة، مفيش عشوائية في الشغل خالص. الحمد لله على السلامة يا سيدي. يعني خلاص قررت تبيع القضية وتهاجر؟ يا عم قضية إيه؟ أنا هناك كنت ماشي حاسس إن ده الدين بتاعنا بجد. فعلا المقولة طلعت صح، رأيت هناك إسلاما ولم أرى مسلمين. المقولة دي هتستفزني قوي يا راجل. هتقولها بناء عليه عشان المترو هيجي في ميعاده؟ طبعا، وعشان مفيش حد بيغشك في السعر، مفيش فهلوة، حتى الشارع بيلمع. مش ده جوهر الإسلام؟ الصدق والأمانة والإتقان. هو الصدق والأمانة ماركة مسجلة للإسلام بس؟ يعني هو البوذي لو كان صادق يبقى كده طبق الإسلام؟ يا خالد، اللي انت شفته ده اسمه تحضر مدني أو نظام قانوني صارم. هو هيحترم الميعاد عشان بس لو اتأخر هيتخصم منه، مش عشان خايف من ربنا. لكن في النهاية النتيجة واحدة، السلوك اللي بيعمله هو اللي المفروض المسلم يعمله، فبالتالي هم عندهم الجوهر بتاع الدين. لا يا صاحبي، النتيجة مش واحدة. الإسلام مش مجرد اتيكيت أو سلوك مدني، الإسلام ده عقيدة مبنية على نية وعبادة لله. هو الألماني اللي واقف في الطابور ده بيعمل كده لله؟ لا، هو بيعمل كده علشان النظام ما يسمحلوش. طيب ده ما يريحكش إنك تعيش في مكان ما فيهوش كذب؟ يريحني كمواطن، لكن ما يخلينيش أوصفه بالوصف ده. وبعدين انت خدت القشرة. هو المجتمع اللي فيه إسلام بلا مسلمين ده هيعترف بحقوق الوالدين زينا؟ قول لي كده، فكرة الأسرة والحياء والستر موجودة هناك بنفس المنطق؟ الصراحة لا، كل واحد هناك في حاله تماما، وممكن ابنه يرميه في دار مسنين وما يسألش عليه. اهو ده بقى جزء اصيل من الاسلام. يبقى كيف تقول اسلام بلا مسلمين وانت واخد جنب واحد اللي هو النظام وناسي جنب القيم والروح والاخلاق الاجتماعية؟ هم عندهم نظام بلا اسلام، لكن للاسف الحقيقة المرة ان احنا عندنا مسلمين بلا نظام. يعني انت تقصد ان الجملة دي اهانة لينا؟ هي جملة انهزامية يا خالد، هتخلينا نشوف ان الدين مجرد شوية نظام وننسى ان الدين روح وعقيدة وارتباط بربنا. اللي بيحترم الاشارة عشان الرادار ده متحضر، لكن اللي بيحترم حقوق الناس وهو لوحده عشان عارف ان ربنا شايفه هو ده المسلم. تصدق وجهة نظر، يعني احنا محتاجين نظام، مش محتاجين نستورد اسلام من هناك. بالظبط كده. اشرب الشاي بقى قبل ما يبرد وبطل انبهار خواجات عشان نعرف نعيش في الزحمة دي. ماشي يا عم الفيلسوف، بس برضو المترو هناك كان حكاية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.